صباح الخير يا زملكاوي، صباح الخير على جمهور نادي الزمالك العظيم اللي بيتابعنا في كل مكان. قبل اي حاجه عايزك تضرب اللايك المتين وتفعل الجرس، تشترك في القناه. عايز الفيديو ده يوصل ل 500 لايك في بعض الاخبار والمفاجآت الساره لجمهور نادي الزمالك والمفاجآت المدويه. بس قبل اي حاجه اضرب اللايك يا غالي، اضرب اللايك المتين وفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي جايه. ويلا بينا على اخبار النهارده. مفاجأة غياب البالونة يا جماعة. زيزو وإمام عاشور هيغيبوا المباراة القادمة أمام سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة. زيزو يا جماعة خلاص بعد موضوع الضم في الماتش اللي فات كان بيموت وهيلعب علشان الفينا اللي فرقع البلالين، الفينا اللي عمل يعني شياط كبير جدا في الجزيرة، خلى زيزو نفسه مش عارف يلعب. كابتن رضا عبد العال قال الحل ان زيزو او الاهلي يلعب قبل ماتش الزمالك. زيزو ما ينفعش يا جماعة يتفرج على الفينا المتعة البرازيلية اللي جت كسرت البلالين، اللي جت فرقعت كل البلالين، ويعني خطفت الاجواء وخطفت الاضواء من زيزو البالونه. فموضوع زيزو يا جماعه دلوقتي خلاص بقى مصاب بعد المباراه الاخيره، والمفروض هيغيب عن مباراه الاسماعيلي وهيغيب عن مباراه القمه. موضوع يا جماعه انا كنت منتظر زيزو في مباراه القمه، كان ما كانش هيلعب، كان ضغط الجمهور هيعمل عليه يعني ستريس قوي جدا، ما كناش هنلاقيه في الملعب. ولكن يعني مش فارقه معانا، الزمالك دلوقتي بيلعب، مش فارق معاه مين اللي بيلعبه. الزمالك بقى سكواد قوي جدا بالجماهير بالدعم بكل حاجه. الزمالك بقى رقم واحد حاليا في الدوري المصري. كل الدعم والتوفيق لنادي الزمالك. هيغيب زيزو وامام عاشور ايضا عن مباراه الاسماعيلي المقامه ان شاء الله يوم الجمعه. كل الدعم والتوفيق لنادي الزمالك ان شاء الله يوم الخميس امام الاسماعيلي ويفوز ويتصدر جدول الدوري، وان شاء الله باذن الله يتعثر الفريق المنافس امام سيراميكا كليوباترا يوم الجمعه، وان شاء الله باذن الله نتصدر بفارق كبير جدا من النقاط، وهتكون مفاجاه مدويه. انتظروا ان شاء الله يوم الجمعه مفاجاه خبر حصري: جون ادوارد يبدا التفاوض مع حسام عبد المجيد واحمد حمدي للتجديد. مفاجاه مدويه. خلاص موضوع احمد حمدي وموضوع حسام عبد المجيد بدا يطرح على جون ادوارد، بدا هيقعد مع اللعيبه الفتره المقبله عشان يخلص الامور. موضوع التجديد يكون يعني خلاص الزمالك دلوقتي بيعدي بفتره يعني ممتازه بالجزء الفني والجزء الاداري. يتبقى فقط الناس اللي محتاجه تجدد. هتجدد لمحمد شحاته، بعدين هتجدد لحسام عبد المجيد واحمد حمدي اللي بينتهوا عقودهم ان شاء الله الموسم اللي جاي. فانت محتاج اللي يكون فيه استقرار اداري واستقرار فني. فجون ادوارد بدا التفاوض مع الاثنين الثنائي، وان شاء الله باذن الله خلال الاسبوع اللي جاي هيكون الامور بتاعت حسام عبد المجيد واحمد حمدي نهائيا انتهت مع نادي الزمالك، ويكونوا الاثنين جددوا مع نادي الزمالك بدعم قوي جدا من ممدوح عباس، ادى الصلاحيه لجون ادوارد عشان يخلص الثنائي. ان شاء الله باذن الله جون ادوارد ينجح في التفاوض والتجديد مع الثنائي، وهيكونوا صفقتين او يعني لعيبه يعني اهم من اي حد. الاثنين اللي موجودين عندك مهمين جدا، مستوى فني قوي جدا لاحمد حمدي وحسام عبد المجيد طبعا حدث ولا حرج. وعندك محمد اسماعيل اللي عمل مباراه متالقه جدا. عايز اتكلم شويه عن محمد اسماعيل. محمد اسماعيل يا شباب عمل مباراه عظيمه جدا جدا جدا، فكرنا بايام اشرف قاسم، ايام البرنس اللي كان بيطلع بالكره من تحت، بيطلع ما بيخافش، بيطلع يعني يعدي لك خطوط دفاع قويه جدا. لا لعيب مختلف، لعيب ما عندكش الستايل ده، ما عندكش ستايل اشرف قاسم محمد عبد المنعم. انا شايف محمد اسماعيل ستايل اشرف قاسم ومحمد عبد المنعم، لعيب قوي جدا جدا جدا، وهيفيدك وهيكون بديل، او الونش اللي هيكون بديل طبعا. يعني محمد اسماعيل من وجهة نظري يلعب على اي حد، يلعب على الونش، يلعب على حسام عبد المجيد، يلعب على اي حد. فكل التوفيق لمحمد اسماعيل مع نادي الزمالك الفتره القادمه، وان شاء الله باذن الله يعني مزيد من التالق. شفنا طبعا دعم قوي جدا من الجمهور يا جماعه. قلنا جمهور الزمالك بيدعم اللعيبه اللي موجوده ويخلي مكانه اللاعب في حته ثالثه. يعني جمهور الزمالك شفنا بين الشوطين بدا يقول شمال يمين محمد اسماعيل، خلى اللاعب عنده قوه قويه جدا وفي يعني حماس قوي جدا. نزل الشوط الثاني تالق اكثر واكثر، يعني عمل مباراه ممتازه الشوط الاول، وبعد الدعم الجماهيري شفنا الشوط الثاني تالق بصوره كبيره جدا جدا وملفته للنظر. فكل الدعم والتوفيق لمحمد اسماعيل الفتره القادمه، وان شاء الله باذن الله نتمنى يفضل موجود مع نادي الزمالك في التشكيله الاساسيه. ندخل بقى على موضوع احمد شوبير. احمد شوبير هيتجنن. احمد شوبير يا جماعه بعد تعادل الاهلي يعني عدد كبير جدا من المباريات هيتجنن من مستوى نادي الزمالك والفرق الكبير اللي عامله نادي الزمالك والاستقرار الفني والاداري عند نادي الزمالك. وبدا يدخل في اللعيبه وبدا حس ان فعلا في خلل في اوضه اللبس. ده اللي كنا بنتكلم عنه، ده اللي قلناه، ان البالونه دمر اوضه اللبس، البالونه فرقع كل حاجه في اوضه اللبس. كنا بنقول الموضوع ده من بدري، ولكن بدا يظهر لما الاهلي
الاهلي نتائجه بدات تسوء. فاحمد شوبير بيطالب محمد الشناوي يقعد مع اللعيبه ويشوف الموضوع ده، وكل واحد يطلع اللي في قلبه. دلوقتي يا جماعه الموضوع في الاهلي بقى مستباح للغايه. كل اللعيبه مروان عطيه عايزين يجددوا له ب 15 مليون، في ظل ان زيزو بياخد 160 مليون. طبعا فرق كبير جدا يا جماعه في الارقام، فرق يوتر، يعني يوتر اي حد. الفرق اللي انت بتاخد يعني 15 20 ضعف بين اللاعب واللاعب، وان المشكله ان اللاعب ده اساسي وده اساسي. فحاجه غريبه جدا بتحصل في النادي الاهلي اللي عملها كابتن بيبو. كابتن بيبو اللي كان كل امله في الحياه انه يدمر نادي الزمالك ويعمل بس ايه، يعني صفقات كيديه، مش صفقات الاهلي في احتياج ليها، لا صفقات كيديه. انا هجيب زيزو عشان بيضايقك، هجيب بن شرقي علشان اللاعب بتاعك، مع ان جبت تريزيجيه، لا هجيب بن شرقي في نفس المركز، يعني الاثنين في نفس المركز والاثنين يعني سوبر ستار، لا هجيبهم الاثنين. طبعا كانوا صفقات كيديه، صفقات بمبالغ يعني خرافيه، مبالغ خزعبليه، ولكن كان الهدف منها هو يعني كيد في نادي الزمالك. دلوقتي يعني يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. دلوقتي كل الصفقات دي قلبت عليك انت دلوقتي مش عارف تودي فين اللعيبه دي، او المعاطي زكي واحمد شوبير وكل الناس دلوقتي بقى بيقولوا عايزين نمشي اللعيبه دي. اللعيبه بقت يعني ما بقتش موجوده، اللعيبه بتنزل دلوقتي كل واحد بياخد بال 100 مليون وال 150 مليون، وما بقيناش بنشوفهم في الملعب. ففي دلوقتي خلل كبير جدا في المستوى الفني عند لعيبه النادي الاهلي، ومطالبات بالرحيل، مطالبات بقى برحيل زيزو، امام عاشور، بن شرقي. ما بقاش عايزين حد بعد ما كانوا بيتمنوا ويقول لك الصفقات والصفقات، دلوقتي بقوا مش عايزين الصفقات اللي هم جابوها من نادي الزمالك. دي يا باشا اسمها لعنه الخيانه، لعنه البالونه، لعنه اللي انت تسيب النادي، او يعني نكران الجميل اللي عند اللاعب، انك تسيب النادي اللي عملك والجماهير اللي عملتك وتبيع النادي في ثانيه من اجل الفلوس. فيعني كل الدعم والتوفيق لنادي الزمالك الفترة القادمة، وإن شاء الله بإذن الله نعمل غيرهم وغيرهم، واللعيبة اللي عندنا هتتألق وهتكون أفضل مليون مرة من اللعيبة اللي باعت، واللي باعنا خسر دلعنا زي ما بيقولوا. كل الدعم والتوفيق لنادي الزمالك الفترة القادمة. لعيبة نادي الزمالك كانوا في فرع اكتوبر يا جماعة، علشان يعني كانت لفتة طيبة من مجلس الإدارة ان يخلي اللعيبة تبقى موجودة، علشان يعني يعمل دعاية قوية جدا للمكان. وان شاء الله بإذن الله يتم تشييد هذا المكان والفرع، ويكون الفرع التاني نادي الزمالك، ويكون في استاد، ويكون في يعني كل حاجة يعني تفيد نادي الزمالك ماليا وإداريا. وبإذن الله بإذن الله الأمور تنتهي في أسرع وقت. المهلة يا جماعة بإذن الله تكون انتهت، ويكون الزمالك قدر يعمل الفرع الثاني لنادي الزمالك. اقول لك مفاجاه مدويه، مفاجاه مدويه في موضوع حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد هو من فتح الموضوع التجديد مع نادي الزمالك، وان شاء الله باذن الله خلاص التجديد مع حسام عبد المجيد قد يكون قريبا. ممكن نلاقي الصبح نلاقي مفاجاه، وهو تجديد حسام عبد المجيد 4 مواسم. خلاص يا جماعه كل الامور الماليه اللي كان بيتكلم عليها حسام عبد المجيد، وجهات النظر بين حسام عبد المجيد وبين جون ادوارد اقتربت تماما. فالموضوع دلوقتي بقى سهل جدا، وان شاء الله باذن الله يتم التجديد اول ما السيوله تبقى موجوده في نادي الزمالك، والزمالك يقدر يصرف يعني المقدم التعاقد، ويقدر يصرف المرتبات اللي فاتت او المرتبات القديمه. فباذن الله وقتها هيكون امور حسام عبد المجيد انتهت تماما، وحسام عبد المجيد يكون مجدد مع نادي الزمالك 4 مواسم. والف مبروك لجمهور الزمالك على المكسب والانتصار وتصدر جدول الدوري وحل كل ازمات نادي الزمالك. يعني الزمالك بيعيش احلى فترات، لكن ما تتعبناش بقى يا غالي باللايك المتين. عايز اللايك المتين بقى علشان نكمل بقى الفيديو والمفاجآت والكواليس اللي انت عايز تعرفها عن جمهورنا العظيم وكيان نادي الزمالك الكبير. ندخل بقى على اخبار جمهورنا او نادينا العظيم نادي الزمالك، وعايز اتكلم عن موضوع عدي الدباغ. عدي الدباغ يا جماعه لسه جايب جول الماتش اللي فات وعمل تألق كبير جدا، واللاعب ما بيبخلش بنقطه عرق طالما موجود في نادي الزمالك. يبقى اتمنى من الناس اللي موجوده في نادي الزمالك والاعلام واللي ماسكين السوشيال ميديا الزمالك، اتمنى يكونوا عندهم يعني وعي كبير جدا. اللاعب عندك يبقى لازم يلاقي منك كل الدعم طالما موجود في الفريق. اللاعب ما بيأثرش. اللاعب امبارح تألق وجاب جون، وكان بيعمل يعني تدخلات قويه جدا، وعمل امبارح مش لازم يكون بيجيب هدف كل مباراه، ولكن يعني مجمل المباراه امبارح كان بنسبه
8 من 10. يعني اللاعب تألق امبارح، فاتمنى الاقي دعم من الجمهور للاعبنا الجديد عدي الدباغ، علشان الدعم ده بيفرق بصوره كبيره جدا. احنا عملنا كل الدعم مع الفينا، والفينا يستاهل علشان لعيب كبير وصفقه، يعني صفقه القرن من وجهه نظري. ولكن معظم الصفقات اللي الزمالك جابها صفقات مميزه، ولكن ينقصها الدعم والتأقلم مع اللعيبه. فنتمنى من جمهور الزمالك يكون داعم قوي جدا لعدي الدباغ. امبارح لقينا، او اول امبارح في المباراه الزمالك والمصري، لقينا في دعم قوي جدا لدونجا، وده حاجه فرحتني كتير جدا. دونجا رغم الانتقادات والهجوم اللاذع اللي كان عليه من جمهور الزمالك، ولكن لما بعد ماتش وماتشين حسينا بالفرق، حسينا بالغياب الكبير جدا، حسينا ان احنا ما عندناش لاعب رقم 6. فوجود دونجا يا جماعه اثر بصوره كبيره جدا. فيعني لما لقينا دعم قوي جدا ولقينا تشجيع من الجمهور، ساعتها فهمنا ان الجمهور ده جمهور واعي، وجمهور يعني مش بغبغان، لا جمهور بيقدر اللاعب اللي بيعمل اللي عليه واللي بيتعب بيلاقي دعم كبير جدا من الجمهور. عشان كده بقول لجمهور الزمالك ولاعيبه الزمالك، موت نفسك في الملعب، الدعم هيجي لك لما تكون انت بتموت نفسك. اتمنى من اللعيبه تحس بالتيشيرت اللي هي لابساه. عندك المباراه اللي جايه مباراه الاسماعيلي، اتمنى الاقي لعيبه الزمالك زي ماتش النهارده. مفيش حاجه اللي اسمها تكسب ماتش وتخسر الماتش اللي بعده. انت المباراه اللي جايه ما تقلش اهميه عن ماتش النهارده، ما تقلش اهميه عن ماتش الاهلي. عندك ماتشين 3 ماتشات اللي جايين، لو تم باذن الله الانتصار فيهم اقول لكم بنسبه 70 80% الدوري زملكاوي. ولكن لازم الفوز الماتشات القادمه، تفوز على الاهلي، وان شاء الله باذن الله تكسب مباراه الاسماعيلي وتكسب بيراميدز والمحله، يبقى انت باذن الله الدوري في 100 عقبه. اتمنى من الجمهور او اللعيبه يكونوا عندهم الوعي الكامل، ويكونوا مدركين الحمل اللي عليهم والمسؤوليه اللي عليهم. اعمل اللي عليك، موت نفسك في الملعب، هتلاقي الدعم الكبير جدا من الجمهور. ولكن اتمنى من اداره نادي الزمالك تحل كل المشاكل الماديه، خلص كل الامور الماديه مع اللعيبه، خلي اللعيبه ما تكونش شاغله دماغها باي حاجه. مش عايزين نكون زي الاهلي بيحصل دلوقتي فيه، يعني اقول لك ايه، كعباله. الاهلي جايب نجوم العالم وعامل فريق المليار، ورغم كده مش هيوصل حتى مركز تاني. الاهلي النهار المركز ال 13 يا جماعه ولا ال 14. الاهلي الموسم ده ممكن يعني يفنش ثالث او رابع. كوارث 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 بالجمله في النادي الاهلي. فاتمنى نادي الزمالك يمشي على وتيره واحده، ويخلص كل الامور الماديه مع اللعيبه، ويكون ان شاء الله باذن الله اللعيبه مركزه فقط في الملعب. ادي اللي عليك في الملعب، هتلاقي الدعم القوي باذن الله، وهتلاقي النتيجه النهائيه هتكون هو حصاد جدول الدوري العام ان شاء الله باذن الله، وكاس مصر يكون معاه، وتدخل على طول على افريقيا باذن الله، تشارك في دوري ابطال افريقيا. ونبدا بقى نبص بقى على الطموحات، ونبدا نبص على اللي احنا ناخد دوري الابطال وننافس في كاس العالم. حاجات وامنيات، ولكن ناخد السلمه سلمه، ناخد خطوه خطوه، ستيب باي ستيب. فكل التوفيق والتقدير لجون ادوارد واداره نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك الرجاله. وقبل اي حاجه بشكر جمهور الزمالك على الدعم القوي جدا مع نادي الزمالك في كل مكان، بيروحوا ورا الزمالك في كل حته. فكل الشكر والتقدير والتحيه لجمهور الزمالك المحترم. ده كان كل فيديو النهارده زملكاويه. اتمنى لو فيديو نال عجب حضراتكم اضرب اللايك الزناتين، وفعل الجرس، اشترك في القناه عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي جايه. شكرا لجمهورنا العظيم، جمهور نادي الزمالك.